في تكرار لنتيجة الموسم الماضي، فاز الهلال على ضيفه الفتح بنتيجة 9-0، ليعيد الانتصار الأكبر الذي حققه في الموسم الماضي أمام الحزم بنفس النتيجة. وسعى الهلال للابتعاد بالصدارة عن صاحب المركز الثاني الاتحاد من خلال مباراته أمام الفتح، حيث قدم عرضا قويا وأكد هيمنته على اللقاء بفوزه الساحق، بعد أن أمطر شباك الفتح ب9 أهداف مع شباك نظيفة، وذلك في المباراة التي أقيمت على أرضية المملكة أرينا بالرياض ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي. أداء الهلال القوي والهجومي أثبت مرة أخرى قدرته على السيطرة على المباراة وتوسيع فارق الأهداف للبقاء في الصدارة. بدأت أهداف المباراة بتوقيع خالد كوليبالي مدافع الهلال، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 20 برأسية متقنة ليمنح فريقه الأسبقية. وفي الدقيقة 39 أضاف رينان لودي مدافع الهلال الهدف الثاني ليعزز تفوق الهلال. وخطف ماركوس ليوناردو الأضواء بعد أن سجل هاتريكا رائعا، حيث أحرز الهدف الثالث من نقطة الجزاء. واختتم سيرجي سافيتش الشوط الأول بالهدف الرابع، لينتهي بتفوق الهلال برباعية نظيفة، فيما ظل الفتح في صوم عن التهديف رغم أن الحكم ألغى هدفا له في وقت سابق. وفي الشوط الثاني سجل ماركوس ليوناردو الهدف الخامس والسادس للهلال في الدقائق 54 إلى 65، مؤكدا قدرته الكبيرة على التهديف في هذه المباراة. وبعد خروج ماركوس ليوناردو ودخول عبد الله الحمداني، افتتح الحمدان دخوله بتسجيل هدف سابع في الدقيقة 89، ولم يتأخر مالكم في إضافة الهدف الثامن بمساعدة من الحمداني في ليلة هلالية بامتياز، فيما ظل الفتح صامتا أمام الهجوم الكاسح. ومع هذه النتيجة الكبيرة لم تخلو المباراة من الأخطاء، حيث سجل فيصل العبد الواحد هدفا تاسعا بشكل ذاتي في مرمى فريقه الفتح في الدقائق الأخيرة، ليختتم اللقاء بأكثر من نتيجة مفاجئة. بهذا الفوز الكبير ارتفع رصيد الهلال إلى 4 نقطة في صدارة الترتيب، مؤكدا تفوقه الكبير في دوري روشن السعودي. في المقابل بقي الفتح في أواخر الترتيب برصيد 6 نقاط فقط، مما يعكس الفجوة الكبيرة في الأداء بين الفريقين في هذه